السلام عليكم حبيباتي، معكم اسماء من قناه everything with اسماء. اليوم جبت لكم فيديو يعني قصيره هكذا باش نوري لكم كيفاش تقدري انك تنظمي او بالعكس يعني كيفاش تغيري من ديكور المنزل تاعك وتزينيه بابخس يعني بارخص الاثمان. دونك بهذا الورق. دونك على بالي بلي بزاف يعرفوه. هذا لو بلان دو طرافاي تاعي اللي متعوده اني نخدم فوقو. شريت هذا الورق يعني رخيص جدا ب1 اورو 39 سنتيم يعني، وروعه. تشري كيما حبيتي، الالوان اللي حبيتي. راح نوري لكم انا كيفاش يعني اخترت هذا باش يجيني جونغ جونغ شغل اللي يبان ناتوريل. هذه هي. عملت ثاني هنا في الفايونس كيما راكم تشوفوا. هذا الورق راهو خاص، تقدري ديريه في الحديد، تقدري ديريه في الخزانه، تقدري ديريه يعني وين تحبي. تقدري ديريه في الابواب، في الثلاجه، في الخزين نتاعك، في الحديد، يعني وين حبيتي. كيما راكم تشوفوا راهو حتى تلصقي فيه كيما متعوده نلصق انا هذوك، تلصقي ويلصق لك عادي. هاوليكم انا اخترته في الغوج باسكو انا عندي كلش في الغوج الوحد نتاعي. هاوليكم يعني درتو كامل. انا هادو جاوني 4 غولو ولا 3 غولو، مانيش شافيه ولكن مش بزاف. هاوليكم هنا تاني المكان هذا اللي حاطه فوق الفرن، وعلى فكره ما يتحرق، ما ولكن حذاري فقط ما تقصوش فوقه، ما تستعملوش مثلا الاخر يعني الموس ولا حاجه سخونه، يعني حذاري. هنا حبيت نعمل لكم فكره. انا كنت حتى استعملته وجربته، بقات لي رولو، ما قلت ولا غير نجربه في اللوفي تاعي. انا متعوده اللوفي كيما شفتوني ديما نحط هكذا ان طابي ولا حاجه، ولكن نزعت الطابي وتهنيت منه وعادي يجيني سهل جدا. جربته ولقيتها نتيجه رائعه، لكن ننصحكم انكم تلصقوه فريمون مليح باش ما يهبطش الماء، باش ما تنتلكش يعني الجهه من تحت. تلصقيه وتعاودي اون اوتر كوش فوقو يعني، ويجيك هكذا اون ديغي راهو ماهوش معاه كيما راكم تلاحظوا. فوالا هاهو ليكم كيفاش مزينته. هاو حتى من الجهه الاخرى حتى لهيه هكذا. استعملته حتى هنا في الخزانه من داخل يعني هكا، باش اللي بقى لي هكاك يعني باش يجيني منظم. واللي بقى لي ايضا استعملته هنا، وراح نوري لكم ثاني وين ها هو وين استعملته ايضا. يعني غيرت كيما قلت لكم حاجه رخيصه، يعني مش حاجه. شريت هذا الاحمر، شريت منه 3 بالك رولوات، وهذا اللي تشوفوا فيه شريت منه كيف يعني واحد 2 ولا 3 هكذاك، يعني سا ديبون. وفضل لي منه شويه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. وفيه الوان كثيره. انا اخترت بالنسبه هذا اللون لانه هو اللي لقيته مواتي للمطبخ نتاعي. وبالنسبه نسيت امر مهم بالنسبه لي، اللي تقول هل موجود هو في الجزائر؟ اكيد موجود، لانه انا اختي تشري منه وارخص. قالت لي شريت واحد فيه 5 مترات ونفس هكا، شفته هكا بعد لكن هو في الاخضر. قالت لي شريت 5 مترات ب45 الف ولا برك رخيص، يعني رخيص بزاف. تلقاوه في الجزائر، ما تخافوش بالك احسن من هنا وارخص من هنا. حنا هنايا ما كانش بيطرات بزاف، يعني تلقايه غولو، تلقايه قدن هكا كيما راكي تشوفي. هذا هو الرولو برك هكذا، فيه يعني فيه واحد 2 ولا 3 رولوات فقط. دونك تضطري انك تشري. دونك اذا تلقاوه ما عندكمش ما تخافوش يعني، باذن الله تلقاوه. هذا واش حبيت نقول لكم. زدت شريت واحد اخر وحطيته فوق لاكوافوز بهذا الشكل. اخترته في الموف، في الفيولي، يعني مناسب للوحده نتاعي. دونك فوالا هاوليكم شريت 2 رولو هكذا. تتهناي من الغبار، ما تشوفيهش يعني، هو اكيد راح يكون فوق الغبار ولكن رطب جدا وملس. يعني انا ساعات كي نشوف الغبار هكا يهبني كل مره نمسح. دونك على الاقل كي ما تشوفيش هكا حتعقبي عليه يعني كل يوم، ما يتراكملكش بزاف. هذه هي الفكره برك. حبيت نعطيكم فكره، ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. والى اللقاء في بروشان فيديو ان شاء الله.